شاهد وصية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للشعب الإماراتي والعالم بعد إصابته بمرض خطير. تتمحور وصية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حول تعزيز البيت المتوحد وترسيخ الهوية الوطنية والاستثمار في التعليم والذكاء الاصطناعي والاهتمام بأسر الشهداء ورجال الميدان، كما يركز على مواصلة نهج والده الشيخ زايد في محبة مصر والعمل العربي المشترك والتمسك بالهوية الوطنية ومضاعفة العمل. يركز في وصيته الأخيرة على صون القيم الأصيلة والأخلاق الفاضلة وتعزيز المسؤولية الوطنية لضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة. وهذه أبرز وصايا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: وحدة البيت وتماسك الوطن، التأكيد على أهمية تماسك المجتمع الإماراتي، التعليم والذكاء الاصطناعي، التشديد على الاستثمار في بناء أجيال مسلحة بالعلم والتركيز على التكنولوجيا المتقدمة بوعي ومسؤولية للمستقبل، الهوية والأخلاق، الاعتزاز بالهوية الوطنية واللغة العربية والتحلي بالأخلاق الحسنة، رعاية أسر الشهداء والجرحى، الاهتمام الدائم برجال الميدان وأسر الشهداء كأولوية قصوى. نهج زايد: الالتزام الراسخ بنهج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والحفاظ على قيم العطاء والعمل الجاد. الأرض والثروة: الحفاظ على الأرض التي وهبها الله وتوجيه الثروة لإصلاح البلاد وخدمة الشعب. العمل الوطني: مضاعفة العمل والسعي لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. التماسك كشعب واحد والوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات.